السلام عليكم متابعين والمتابعات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله جيتكم بالتتمه ديال القصه ديال خوله اللي كانت تزوجات والتحقت بالزوج ديالها لهولندا. قبل ما نبدا القصه ما تنساوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وما تنساوش اللي كتدخلوا عندي القناه وكتفرجوا ما تنساوش ليا اللايك الاعجاب وما تبخلوش عليا، وشكرا لكم بزاف بزاف. هنا كتقدروا تعاونوني. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. خلينا القصه ديالنا. فاش أميمة عرفت بالحقيقة ديال الزوج ديال يا ربي سمحوا لي خولة، عرفت بأن الزوج ديالي كيتعاطى المخدرات. كانت صدمة كبيرة، ولكن ما عرفت ما ندير. خرجنا فعلا، قالت لي الأم ديالو خرجي خدمي. داكشي اللي كان، مشيت خرجت خدمت، ومن بعد قالت لي سيروا سكنوا لأنها صافي عيات منه من المشاكل ديالو. داكشي اللي كان، قلبنا على السكنه ومشينا سكننا بوحدنا. هنايا غنبدا نعيش شي حوايج اللي عمرني ما كنت كنعرفهم، عمرني ما كنت كنتوقعهم. دائما كيضربني، دائما تيجي في واحد الحاله ما تصوروش ديك الحاله اللي كيولي فيها، كيفاش كيولي تيخلع وتتعوج وتتعصب والكشاكش خارجين ليه. عرفتي واحد النهار وانا نصورو، علاش صورتو؟ ماشي على شي حاجه، ولكن صورته غير باش نوريه راسو كيفاش كيكون ملي كيكون في ديك الحاله، ملي كيتعاطى لهذوك المخدرات. المهم هنا بدات المعاناه ديالي. دائما كيطلب مني الفلوس، خاصني نخدم ونعطيه الفلوس. واحد النهار ما كانوش عندي الفلوس، هو يجي ما لقاش عندي الفلوس، وهنايا ضربني وبقى كيهرس في الماعن وكيهرس التلفازه وكيغوت، عرفتي صوته وكيتسمع. هنايا جات الشرطه. ملي جات الشرطه دقوا، حليت لهم الباب، لقاوني مضروبه. هما يدخلوا، دخلتهم، شافوا كل شيء بعينيهم، شافوا الحوايج مهرسين، لما عن مهرسين. قلت لهم عتقوني، راجلي كيتكرفس عليا، راجلي كيدير المخدرات، عافاكم لا محميوني، لانني انا ما بقيتش قادره نصبر. هنايا داوني للسبيطار لانني كنت مضروبه، كنت مجروحه في راسي، وهو داوه، اعتقلوه وداوه. هي هذيك من بعد يعني جات عندي واحد الاخصائيه اجتماعيه وشرحت ليها داك الشيء، وهما غيوقفوا معايا، وطلبت الطلاق. وصافي طلبت الطلاق ديالي وبداو كيساعدوني. بقيت كنمشي عند طبيبه نفسانيه لانني انا تاثرت في هذيك الفتره، تازمت نفسانيا. بقيت كنحاول انني نتعالج، وفعلا قدرت انني نطلق في اسرع مده، لان كل شيء كان واضح وكل شيء باين. اثار العنف وتماكين ما كيتقبلوش انا الراجل يعنف المراه نهائيا. وهنايا قدرت نتخلص من الكابوس اللي كنت عايشاه. كنت كنحلم انني نمشي. هذاك السيد اللي شفته فاش جا خطبني ماشي هو هذا الانسان، تحول لوحش. الحمد لله ربي نجاني منه. الحمد لله قدرت انني نطلق منه، وبقيت عايشه تماكين. وفعلا بقيت، لانني كنت خدامه، كملت على الخدمه ديالي وبقيت عايشه حياتي. هذه هي القصه ديالي، بغيتكم تاخذوا منها العبره. يعني ماشي اي وحده غتجي تقول لك انا في برا بغيت نعطيك لولدي، غتمشي تقبلي وتزوجي. انا فعلا لانني شفته كان انسان طيب وما تيهش راسو من تيشوفي في الارض، وزوين ما شاء الله وغزال، يعني ما بينش عليه نهائيا انه كيدير المخدرات. ما كنتش كنتوقع انه غيوقع ليا بحال هكا، ولكن الحمد لله دوزت هاد التجربه ودوزت هاد الشيء. وهاد الشيء علاش جيت نعاود لكم قصتي وتجربتي مع هاد الزواج. وبغيتكم نتوما البنات اللي مقبلات على الزواج ما تصرعوش في الزواج. الا بغيتو تزوجوا ما تسمعوش غير برا وتقولوا حكا غنمشيو برا نمشيو نديرو. لا، برا راه ماشي، راه تقدري تلقاي بزاف ديال الحوايج كيما انا لقيتو مدمن، تلقاي تاجر مخدرات، تلقاي ما عرفتش شنو كيدير تما. خاصك تعرفي داك الانسان مزيان مزيان. هذا هو اللي بغيت نقول لكم.
ما يغركمش برا. يعني ممكن انك تاخدي غير ولد البلاد يكون خدام غير في شركه على قد الحال، ولكن كتعرفي خدمته، كتعرفي كل شيء كتعرفي عليه. اما هذاك اللي كيكون برا حتى كتمشي نتيا وظهرك، سواء تلقاي مزيان ولا خايب. المهم كنتمنى انا قصتي تعجبكم وتاخذوا منها العبره، وتقولوا لي رايكم في التعاليق. وشكرا لكم، شكرا على التتبع ديالكم. وما تنساوش اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. وما تنساوش ليا اللايك. والسلام عليكم، الى قصه قادمه ان شاء الله.